تحضيرا للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بسيدي بلعباس حملة تحسيسية توعوية حول ترشيد الاستهلاك تحت شعار ترشيد الاستهلاك مسؤوليتنا جميعا نحو حياة أفضل. تهدف العملية إلى نشر ثقافة الاستهلاك، حماية المستهلكين، تعزيز التضامن الاجتماعي والحد من التبذير في المواد الغذائية، إلى جانب توعية المواطنين حول طرق اقتناء المواد الغذائية واستخدامها بشكل عقلاني. رمضان تاع عباده ما تحبتوش هذيك لا شهر التنفيذ ما تبقاش نشرو قد ما نحتاجو، كلشي راه متوفر، كلشي راه متوفر في السوق، نشرو قد ما نحتاجو، نيفيتو التبذير، نصوموا باش نعبدوا الله، باش نتقربوا الى الله. نعم، قضيه غاليه ماشي غاليه، حنا قالوا كيما هذا خونا هنا خاصه غير حبه يجي حبه باش الناس تعرف بلي الاسراف يعني حرام، ولكن احنا الهدف من وراء هذه الحمله الاساسيه اننا نبلغوهم باللي الانسان اللي باغي يشري 3 فليتات ما يشريش 3. الانسان اللي توصلوا رساله تاع ثقافه الاستهلاك ما قاعدين تعرفها، ولكن احنا الهدف تاع من وراء هذه الحمله الاساسيه هو ما يسمى بترشيد الاستهلاك. الحمد لله رب العالمين، العاقبه للمتقين لا عدوان الا على الظالمين. نحن باذن الله تبارك وتعالى في هذه الحمله التحسيسيه الهدف من ورائها اننا نبلغ المواطنين والساكنه اننا مقبلون على شهر فضيل هو شهر رمضان. حقيقه ان الانسان يشتهي في رمضان ويريد ان يتناول من الاطعمه ما تشتهيه هذه النفس، ولكن ليس لدرجه ان الانسان يدخل في باب هو باب التبذير والعياذ بالله. اخبرنا ديننا اننا لابد ان نرشد في الاستهلاك، حتى ولو كان الانسان يملك الارض ذهبا ويملك الارض اموالا، ولكن ليس لدرجه انه يبذر. اليوم نحن بساحه اول نوفمبر بمدينه سيدي بلعباس برفقه شركائنا الفاعلين فيما يخص يعني حمله توعيه وتحسيس لفائده المواطنين للحد يعني من التبذير، خاصه نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك اين يكثر الاستهلاك الواسع للاغذيه في الاسواق يعني، ولذلك وما ينتج عنه من رمي عشوائي يعني لمختلف الاطعمه، ولذلك نحن قمنا بهذه الحمله ومستمرون فيها ان شاء الله الى غايه نهايه شهر رمضان المبارك المقبل ان شاء الله. نوعي المواطنين ونحسسهم بضروره يعني الاستهلاك الرشيد، وشهر رمضان ليس شهر للاكل والاغذيه بل شهر للعباده.